قصة غليص ابن الجنية، الفصل السادس، الجزء 70. العتيقة تبرم حول أرض الطعوس وتدحج على المعارك والضرب بين المحاربين، وتقول آخ يا أبو الشيبة، ليش قلت لي لاقي هالجني هذا؟ وين بدي ألاقيه؟ وضربت عينها العتيقة، أو شافت حجرة كبيرة أو بي خيال ورا الحجرة، طارت ونزلت ورا الحجرة، وانه هذاك الجني قاعد وعيونه يتلاقطن والحجر مصفوف قدامه، دحج عليها وصفق ايديه، او طلعوا 3 جنون كل واحد منهم له قرون او بيده رمح. او قالت العتيقة لقيتك يا الارضي، صار لي ساعة ادور عليك. او سحبت السيف العتيقة، هجم عليها اول واحد وبيده الرمح، هفته بالسيف انه نأبت بين عيونه، طارت عليه وسحبت السيف، اضربته انها قاطعه راسه. او جاءها الثاني والرمح يفتل بيده، مدت ايدها على المحزم وسحبت الخنجر، او هفته به انه نأبت بصدره، او تلقت رمح الثالث بالسيف، رجع لورا امتار يفتل، سحبت الخنجر من صدر الجني وقطعت راسه. او جاءها الثالث انه بهاجم، ضربته بالخنجر، وين ما يروح الخنجر وراه، لو من ما نبت بظهره، احترف ون العتيقة قباله، هفته بالسيف انها قاطعه راسه، كضبت الخنجر بيد والسيف بيد. او جت تمشي على الجن الارضي، قام حيله وقال لها انتي منو؟ قالت له انا العتيقة من جبال النور، تريد ظل عايش الا تريد تموت؟ دحج عليها وقال اني منجم ماني محارب، وكانوا يحموني هذول 3 انت ذبحتيهم. قالت له اذا تعرف ابو الشيبة هو يريدك عايش. هز براسه وقال الحاكم ابو الشيبة منو ما يعرفه، احنا بعد ما ماتوا الحكام حكموا علينا سفار او جابونا لهذا المكان. قام يضرب الحجر الصاف قدامه برجليه، او قال لها اني ما صير من اهل الشر ولا احارب اهل الخير، راح اروح معاش على ابو الشيبة، لكن اريده يحميني من السفار. قالت له العتيقة تاخذ مني وعد، اذا ابو الشيبة ما قدر يحميك اني راح احميك، او راح ادافع عنك واحط روحي قدامك. صفق ايديه وغمض عيونه، او ضرب ايديه الاثنين على التراب. لو من فتح عيونه قالت له العتيقة ايش سويت؟ قال لها المحاربين تحت الارض ما عاد يطلع حدا منهم، خلينا نروح على ابو الشيبة. هفوف ظل طاير لؤمن ما وصل اقبال جبل عالي اسمه جبل السحاب، قمة الجبل ما تبين بين الغيوم. نزل قبال الجبل هفوف وقال صار لي 40 سنة ما جيت على هذا المكان، يا ترى زعتره بلحزها عايشة، او برم الرمح بيده، او طأر لي فوق، او فات بين الغيوم مسافة طويلة، او عينه عالجبل لؤمن ما صارت قباله مغارة، وقف على باب المغارة او فات بيها، او قال يا زعترة انتي هين؟ وقف الجني قباله، او قالت له انت منو؟ دحج عليها هفوف، او جاء ذاك الصوت الناعم خليه يجي يا عجايب. او راح الهفوف يمشي باتجاه الصوت، وانه زعترة نائمة على تخت من الصخر، او وقف فوقها، فتحت عيونها ودحجت عليه وقالت وين كنت كل هذه الفترة؟ ظليت سنة كاملة ادور عليك، لو من ما قطعت الرجا ورجعت على هذا الجبل، او قلت الا ترجع عليه بيوم. قعد هفوف بحدها، او قال لها هذه منو؟ قالت له هذه عجايب، لو من طلعت ادور عليك بعد ما مشيت وما خبرتني، لقيتها تايهة وما لها حدا، جبتها معاي، او صار لها عايشة عندي سنين طويلة. قال لها هفوف يا زعترة انت دائما تلقين المال وحدا مثل ما لقيتيني، لقيتيها؟ قالت يا عجايب روحي اطلعي من المغارة، او طلعت عجايب. او قالت له زعترة زين انك جيت بهذا اليوم، لونك متأخر ما كان شفتني، اليوم بدي اخبرك بالسر او بالحقيقة. قال لها هفوف اي سر واي حقيقة؟ قالت له حقيقة اصلك، او انت من تكون، بس اول شي بدك تخبرني وين كنت وش صار معك. قال لها يا زعترة اني ظليت معاك بهذا الجبل سنين طويلة،
أو ما أشوف حدا غير انتي قبالي. بيوم من الأيام وانتي نايمة نزلت من الجبل أو قمت أمشي على الأرض أو شفت الدنيا الوسيعة والرمح كان بيدي أو بعدت مسافة عن الجبل. حسيت بالفرق بين القعدة بهذه المغارة أو بين الواحد لمن يطير على كيفه فوق الأرض الوسيعة. وانتي دائما تقولي لي انت مالك حدا أو لقيتيني واني صغير. قلت أروح أدور أيام وبعدين أرجع عليك. وصلت المكان بمعركة كبيرة أو وقفت واتفرج عليهم. بعد ما انتهت المعركة أو ما ظل حدا غير الميتين والمطعنين قمت أمشي بيناتهم. شفت واحد على راسه تاج أو مضروب ضربات قوية. عديت من بحده وقضى برجلي وقال شيلني من هذا المكان أو شلته وطرت بيه. دلاني على مكان بجبل قاعد بيه واحد منجم وطبيب أو قام يعالجه. طليت قاعد عنده أيام لو من ما تعافى. أو بعدها عرفت أنه ملك اسمه الملك طير الليل أو قال لك على يدين أو راح تظل معاي أو قمت أطير معاه من مكان المكان أو ظليت معاه سنة كاملة. من بعدها جمع مجموعة من المحاربين واني واحد منهم. قالت له زعترة علمته باسمك الحقيقي؟ قال لها لا. قلت له اسمي أمير الإعصار. أو بعدها بعثني مهمة على جزيرة بالبحر ظليت قاعد بيها فترة أو صرت من المقربين الحاكمها لو من ما أمن مني أو كان اسمه الحاكم البحري. وبيوم من الأيام خطفوا واحد من جنون البر. واحد كان حارس محكمة أو مقنع ما حدا يعرف شكله. الحاكم البحري قال لي راح تلبس لباسه أو راح تاخذ مكانه. وانطاني معلومات عن هذيك المحكمة أو ظليت معاهم سنين. أو بعدها رجعت على البحري أو خضت معاه معارك كثيرة وقدرت أخلص من الموت مرات كثيرة وخسرت ايدي أو رحت عالجتها عند وحدة عرافة. أو بعدها مات البحري أو جتنا العلامة أمن الملك طير الليل أو ظليت معاه فترة لو من ما انأسرت وقدرت أنهزم من الأسر. قالت له زعترة ما علمت حدا كل هذا السنين على اسمك الحقيقي؟ قال لها لا. كان لي اسمين أمير الإعصار والهفوف. وصيتك ما نسيتها لو من قلتي لي لا تخبر حدا انه اسمك الصحراوي الصحراوي الصحراوي. قالت له زعترة يا الصحراوي أني ما لقيتك أنت كنت أمانة عندي. قام حيلو هفوف أو قال لها أو ليش اليوم تريد خبريني بهذا الأمر؟ قالت له اقعد يا صحراوي أمشان أحكي لك القصة من أولها لآخرها. الملك الهالك قاعد على مسافة بعيدة عن أرض الطعوس والمنجمين قاعدين قدامه وقالوا له ظهر عفريت الدمار هز برأسه الملك الهالك وقال أخو الملك العرنوس صاحب الزوبعة أخذ مني عفريت الدمار وأخذ ذراع اليمين سهم الريح وأخذ محاربات أم الهروس. شوفوا لي الحكام العشرة وين موجودين؟ ما دامهم ما ظهروا بالمعركة أكيد موجودين بمكان ثاني. أو قاموا المنجمين كل واحد يسوي الطريقة الخاصة به. قام واحد منهم وقال موجودين بسلسلة من الجبال بهالاتجاه هذا. احترف وراء الملك الهالك أو قال يا مغوار أخذ معاك مجموعة كبيرة من الجيش ومن القادة والمحاربين الأقوياء حكام الرصد العشرة مأسورين بمنطقة بيها جبال. روحوا جيبوهم لي. أو طار المنجم الحدد المكان أو مع مغوار أو مجموعة كبيرة من جيش الملك الهالك باتجاه جبال الظلام. أغلص والرهيبة أو نسر فاتوا بين محاربين طائر الليل أو صقر الضرب بالرماح والسيوف والمحاربين تهر من السماء أو هجمة والأمراء ليل ونهار. أو صفراوي أو ريحانة أو سفوح أو طير الهوى أو طائر الطعوس أو فجر وغروب أو محاربين أرض الطعوس أو محاربين مملكة الرمال. أو صارت المبارزات والطعن بالرماح واغلقص يدور على سفار وعلى الملك طائر الليل أو يضرب على اليمين ويضرب على الشمال. أو شاف الملك طائر الليل يخفق بجناحينه أو يصفق بديه ويصيح يا سفار
شوف ايش صار، ما عاد يطلعون محاربين من تحت الأرض. الجن الأرضي ايش صار معاه؟ أو طلع السفار من المعركة مثل السهم، أو راح على المكان كان بيه الجن الأرضي قاعد، وقف فوق الحجرة، أو شاف المحاربين الثلاثة ميتين والمنجم الأرضي مو موجود، أو نزل على المكان كان قاعد بيه وضرب الحجرة بالسيف أنه مكسرها وصاح: وين رحت يا الجن الأرضي؟ وين رحت؟ أو منو خذاك؟ أغليص هجم على الملك طير الليل، أو يبرم الرمح بيده، أو شاف الملك طير الليل جاي وقال: تعال يا أغليص. يوما صار أغليص قباله، مرشي من حد أغليص مثل البرق. ضرب الملك طير الليل انه قاص جناحه كبير، احترف وراء الملك طير الليل، وان الضربة بالجناح الثاني نزلا جناحينه من السماء يفتلن، الرمح يبرم بيده وعيونه حمر، وقال: عدو الحاكم أغليص عدوي، جيتك وانا امير الارواح. ضرب الملك طير الليل بالرمح، او بعد عنه الامير، او شك الرمح ابو 3 روس بصدر طير الليل، واغليص واقف ويدحج على الامير، او عدت ريحانه مثل السهم والسيف يتلامع بيدها، اضربت راس الملك طير الليل انه يفتل بالسماء، او قالت: هذا ثار ريحان، او هذا ثار نبلاوي، او ظلت ساحبه وتحصد بيهم حصاد. الرهيبه كل ما تبرم الرمح برماه يطير منه الرمل ويصير أبر، تجي باتجاه المحاربين، كل واحد تصيبه إبرة ينزل يفتل من السماء، أو محاربين مملكة الرمل قبل ما يصلون الأرض يصيدونهم. أو دحج أغليص وإنه سفار جاي باتجاه المعركة طاير، أو تلقى أغليص وقف قباله، أو قال له: تعال، وإن بدك تروح يا غدار. هجم عليه سفار، برم الرمح أغليص وهفوا بي من مسافة أنه نابت بصدره طالع من ظهره، أو طار عليه وقضبه من رقبته، أو جابه طاير بيه، أو صاح أغليص هذاك الصوت: يا طير الهوى، يا طير الطعوس. أو جم وقف مقباله، أو رفع الرمح لي فوق، أو سفار معلق بيه، أو دحج وطير الهوى وطير الطعوس، والسيوف بديهم زتم حقلهم عليه، أو كل واحد ضربوا ضربة انه سفار صاير 3 شغف نزل يفتل من السماء. الحكام المنجمين اللي على حرف الجيش شافوا الملك طير الليل مات، أو شافوا سفار مات، اصفقوا ايديهم وطاروا من ارض المعركة، والمحاربين شافوا الحكام انهزموا او طارم وراهم، او محاربين ارض الطعوس ومحاربين مملكة الرمال قاموا يطردون بيهم طرد، اللي يقضبون ويذبحونه. وقفت الرهيبة قبال أغليص، او قالت: لسه الحرب ما خلصت يا الحاكم أغليص، أخلصنا من الملك طير الليل، لكن أهل الشر للحزهم كثيرين. دحج أغليص على الجهة الجنوبية والعفريت ينفخ نار عليهم، أو صاح ذاك الصوت: الحقوني على الجهة الجنوبية. أو طائر أغليص لوا وحيف، الضبابية واقفة وقالت: يا جيرودي، أول واحد من الملوك الملك طير الليل مات، أو محاربين وجيشه ما ظل منهم حدا، الجهة الشرقية صارت خالية، أخذ معاك مجموعة كبيرة ووقف على مسافة بعيدة عنها، ما حدا يطلع من أرض الطعوس. أو طار جيرودي ومعاه مجموعة كبيرة ووقف على مسافة بعيدة من الجهة الشرقية، أصفقت ايديها الضبابية، أو تشكل الضباب بالجهة الشرقية، أو جيرودي والمحاربين داخل الضباب. الساحرة حنونة قاعدة والجنون 3 بحدها والشختور، أو قالت لهم: الجيش كان هنا بالجهة الشرقية ما ظل منه حدا، وانفتح الطريق قدامنا على أرض الطعوس، لكن هذا الضباب اللي تشكل ورانا أمره غريب، الأرض هذه بيها قوة كبيرة مختفية، راح نظل قاعدين بهذا المكان لبين ما نعرف كل شيء يصير حوالينا. الملك العرنوس احترف وراء الجهة الشرقية، أو شاف الضباب، أو قلب قلبه الضبابية ايش جابش على هذا المكان. أو دحج وشاف الملك الهندي واقف قباله، والمحاربين والقادة وراه ليهم أول ما لهم تالي،
أو رجع ساحب باتجاه التل الواقفين عليه جماعته، أو قال لهم الضبابية جت على أرض الطعوس، لازم أروح أحكي معاها، لا تخلون حدا يعدي من هذه الجهة. يابا الدواهي، يابا السواهي، يابا الخفايا، يا الترابي، يا أم الغول، ما راح أطول عليكم. صفق الملك العرنوس أو تشكلت زؤبعة قدامه، فات بالزؤبعة واختفى، أو ظهر قدام الضبابية، أو قال لها ليش جاية لي هين يا الضبابية؟ قالت له يا الملك العرنوس قلت لي أجيب لك السيف، أو شفتك تأخرت، السيف ما راح يطلع من هالمنطقة هذه، أو ما خلي حدا ياخذه. قال لها الملك العرنوس اسمعي يا الضبابية، كأنك ما تعرفين منو الواقف قدامك. قالت له أنا لا أعرفك يا الملك العرنوس، أو لو مو خاطرك الحز المكان هذا ما تلاقي بيه راس مركب فوق الكتوف. دار وجهه عنها الملك العرنوس وقال أني ومحاربيني وغليص حفيدي أو كل شي يخصه، إذا قربتي عليهم يا الضبابية انسي كل الوعود كانت بيناتنا. أو طار من قدام هالملك العرنوس لوا وحيف، قال لها جدراوي الملك العرنوس راح يوقف بوجهنا، أو أكيد إلا أنت حارب معاه. قالت له اصبر يا جدراوي، أو خلي عيونك مفتحة زين، وصلت قوة جديدة أو محاربين أقوياء، والحز هم واقفين مثلنا أو قاعد يراقبون هذه المعركة. أبو الشيبة كل ما عفريت البراكين ينفخ نار عليهم، يضرب عصاته على الأرض، يطير التراب يصير سواتر قدامهم، الصد النار جاية باتجاههم. عفريت الظلام والعقربة، أو سهم الظلام، أو ريح الظلام، أو حديد الظلام ومحاربات الظلام العشرة، مجموعة السفاح تقابلهم هم ومحاربين الحمم البركانية، أو قامهم يحصدون بيهم، وغليص والمحاربين المعاه فاتوا بيهم من الجهة الثانية، أو بلشوا بيهم حصاد. السفاح وقف بحد ابو الشيبة وقال له ارجع لي ورا وخلي لي هذا العفريت. زت السفاح الرمح الاسود وقام يفتل بالسما، وتشكلت الزوبعة او شافها عفريت البراكين، ضرب واحدة من رجليه فاتت بالارض، او ضرب رجله الثانية فاتت بالارض، او صفق ايديه، او صارت حقله دائرة من النار كبيرة ما عاد يبين بقلبها. دحج السفاح وشاف النار وصلت على الزوبعة، صفق ايديه ورجع الرمح على ايده وقال هذا العفريت قوي. ما حسموا دروا الا طلع من وراهم من تحت الارض او بإيده سيفين كبار من النار. محاربين مملكة الغابات صارموا بوجهه، او قام يضرب بالسيوف الاثنين، والنار شعلت بالمحاربين. ابو الشيبة قضب الصولجان بإيده طار باتجاهه مثل السهم، او نفخ نار على ابو الشيبة. الدرع اللابسه قام يلمع، اختفت النار من قدامه، او وصل قبال عفريت البراكين، ضربوا بواحد من السيوف صدها بالصولجان، او طار باتجاه وجهه ابو الشيبة على ما يريد يضربه بالصولجان بين عيونه. اختفى العفريت تحت الارض او ظهر بمكان ثاني، او قام ينفخ عليهم النار، او قال ابو الشيبة ايش هالعفريت هذا اسرع من الريح. السفاح وقف قباله او برم الرمح وزته باتجاه الارض، او تفجرت المية من الارض، صارت موجة عالية، وقال ما يطفى النار الا المي والرياح. صفق ايديه وهبت الريح القوية، او قامت الريح القوية تدفش العفريت باتجاه الموجة، والموجة عالية وجاية باتجاهه. قبل ما يتلاقن المي والرياح اختفى العفريت تحت الارض، او ظهر بمكان ثاني، او قام ينفخ عليهم النيارين. اغلئس والمحاربين المعاه يضربون محاربين الحمم البركانية من طرف، او عفريت الدمار ومجموعة السفاح تضرب بيهم من طرف. يوم ما تلاقم هم وغليص ما ظل ولا واحد من محاربين العفريت، او طوقوا من الاربع جهات، او صفق ايدي العفريت وصارت حواليه نار كبيرة حماوتها توصل المسافة بعيدة،
أبعدوا كلهم عنه، ما عاد حدا يقدر يقرب عليه. أو قاموا يسمعون هذاك الصوت: أني عفريت البراكين، ما راح أخلي حدا بهذا المكان ألا أحرقكم كلياتكم. أو قاموا يبين حمار الشمس، قربت وقت الغيبة. أو دحجوا لي فوق عالسما، نزل عليهم شي شعلة من النار، والعفريت بس راسه يبين رفع راسه ويدحج عليه. أو قام ينفخ العفريت النار باتجاهه، ظل معدي من النار باتجاه العفريت، والسيوف الاثنين يلمعن بيده. قبل ما يختفى العفريت تحت الأرض، برم السيفين بدي الاثنين وزتهن باتجاهه، أن السيوف نابتات بعيون العفريت. أو قاموا يصيحوا ويبرم، والنار تطشر على 4 جهات، واختفى تحت الأرض العفريت. أو ظهر مكان ثاني بنص أرض الطعوس، أو يصفق بديه وينفخ النار، أو ما يشوف بعيونه. اختفى غليص من بيناتهم وراح عليه مثل السهم. أو صار قباله وبرم رمح نور الهدى بيده، قام يشع من النور. أو ضربوا باتجاه العفريت أنه نابت بين عيونه، قلب على ظهره وارتمى. أو سحب السيف غليص من ظهره وطار عليه، مثل البرق عدى من فوق ومن بين النار، أنه رأس العفريت مكان أو جسمه مكان. أو طفت النار حواليه، ما عاد يتحرك ولا حركة، وقف على رأس غليص. أو سحب منه رمح نور الهدى، أو برموا بإيده وشكوا بظهره. أو دحج غليص وإنه جمرة واقفة عند الخفيسة، وقبالها الولد أبو التنور. أو قال غليص بقلبه: يا لو مو جاينا هذا الولد عذبنا هذا العفريت. أقعدت جمرة وقعد أبو التنور قبالها. أو قالت له: ليش جيت؟ أو قال لها: جيت مشانك، ما راح أخلي حدا يأذيك واني عايش. حضنته جمرة وقامت تبكي. أو قالت: روح أمي الغالية، أو هي عايشة كانت تحميني. واختفى جسدها وظلت روحها، أو للحزها تدافع عني. الضبابية قالت: يا جدراوي، عفريت البراكين مات، أو ما ظل ولا واحد من محاربينه. أخذ معاك مجموعة كبيرة، أو وقف على الجهة الجنوبية، ما حدا راح يطلع من أرض الطعوس. أو طار جدراوي أو مع مجموعة كبيرة، وقف على مسافة بعيدة عن أرض الطعوس. أصفقت إيديها الضبابية، أو تشكل الضباب حاجز، صارت الجهة الشرقية والجهة الجبلية مسكرة حول أرض الطعوس. الضبابي لعنة، ما حدا يقدر يعدي منه. الصاعقة وغزال والسلطان، ثلاثتهم قبال عفريت البحر والنيزك. أو صاح السفاح: يا محاربيني، الحقوني باتجاه الصاعقة. أو طار ملئهم وحيف. أبو الشيبة وقف بحد غليص، أو قالوا: أخلصنا من عفريت البراكين، هذا أخطر واحد. الملك طير الليل، خلصتوا عليه يا غليص. هز براسه غليص وقال له: يا أبو الشيبة، خلصنا عليه هو وكل محاربينه. أو قال غليص: هذولا جيش الأقزام من الجهة الشمالية، ما نعرف ايش صار بينهم وبين جدي السفاح. قال أبو الشيبة: يا غليص، جيش الأقزام ما يخوفون مثل الجيوش الثانية الواقفة مسافة بعيدة عنا ومختفين. قال له غليص: بي حدا غير هذول اللي شفناهم؟ هز براسه أبو الشيبة وقال: لسه المعركة طويلة يا غليص، هذه بدايتها. دحج على الجهة الشرقية والجهة الجنوبية، هذنا تسكرا بالضباب، ما عاد حدا يقدر يطلع بهالاتجاهين ولا حدا يقدر يفوت. خلي عينك على الجهة الشمالية أو على الجهة الغربية. جت العتيقة ومعاها الجن الأرضي، أو قالت: يا أبو الشيبة، هذا اللي قلت لي عنه جبت لك إياه. دحج عليه أبو الشيبة، أو قال له: أهلين بيك يا المنجم الأرضي، أنا عرفك من أهل الخير، ليش وقفت مع الملك طير الليل؟ قالوا: يا أبو الشيبة، حكم علينا السفار بعد ما ماتوا كل مجلس الحكام المخفيين تحت الأرض، ما ظل منهم حدا. انجبرنا نمشي معاه ونطيع عوامره، أو جابنا على هذا المكان. لو من جتنا العتيقة وعرفت أنك موجود هين، جيت معاها عليك، أو وعدتني أنه سفار ما راح يقدر يوصل علي. قال له غليص: سفار مات، واخوه طير الليل مات، والمحاربين كانوا معهم ما ظل منهم حدا، وانه محاربين أرض الطعوس
جايبين 5 منجمين، او وقفوا مقبال غليص وابو الشيبة، او مشى عليهم المنجم الارضي، او قال لهم اخلصنا من سفار او ما عاد يحكم علينا، او راح نكون مع ابو الشيبة. هزم براسهم وقالوا له احنا معاك يا المنجم الارضي. صاح ابو الشيبة يا شماس تروحون مع العتيقة او تاخذون المنجمين معاكم، توصلونهم الجبال النور او يقعدون بجبل العالي، وانت يا جن الارضي المحاربين تحت الارض تسحبهم من هذا المكان او تاخذهم على جبال النور، او اين خطر يقرب عليها اطالع هذولاك المحاربين. العتيقة قالت له يا ابو الشيبة انظل معاهم الا نرجع. قال لها ابو الشيبة انتي والشماس ارجعوا، لسه بدها تصير معارك كثيرة بارض الطعوس، وابو النسيم ونشاب يظلون بجبال النور. اني راح اروح معاكم اعديكم من عجيش الاقزام وامن عليكم انه ما حدا يلحقكم. او قال لغليص اني ما تاخر عليك. هز براسه غليص او قال له مثل ما تريد يا ابو الشيبة. وانزلت صاعقة من السماء ضربت على حد ارض الطعوس واحترف غليص. قال له ابو الشيبة غابت الشمس يا غليص، خلى الطبل بارض الطعوس يدق وتوقف المعارك لبين ما تطلع الشمس باكر. او قام يدق الطبل بارض الطعوس او لوى رعيد. احترفت الصاعقة او قالت هذا وقتكم، وان السفاح واقف قبالها. او قال لها تأخرنا عليك يا الغالية. قالت له لا يا السفاح، هذا الاسم الملك النيزك والعفريت المعاه عذبونا اني وغزال او هذا المحارب المعانا. ضحج السفاح وان السلطان واقف والسيوف الاثنين بيده يتلامعن. الملك النيزك والعفريت والمحاربين المعاهم تراجعوا لي وراه او وقف الارخم اقبال الملك النيزك. او قالوا ليش ما خليت المحاربين الخطرين يشاركون بالمعركة؟ قال له الملك النيزك اصبر يا الارخم لسه ما صار وقتهم، هذه القبالنا محاربة قوية بس يضرب الطبل من الصبح راح نعرف شلون نصيدها. العفريت قام يهز براسه او قال يا نيزك نص المحاربين الجو معاي ماتوا والمحاربين المعاك ما تحركوا. قال له النيزك باكر من الصبح كلهم راح يشاركون. طار السفاح ومجموعته والصاعقة او غزال او نزلوا على التل الواقف عليه العرنوس والمجموعة المعاه. او قال له السفاح يا اخوي ليش ما نهيت المعركة؟ قال له الملك العرنوس يا السفاح لسه ملكهم ما ظهر، واقف باخر الجيش او حاط واحد مكانه ويفكر حاله خدعناه. قام الترابي دحج على الملك العرنوس او قال بقلبه شلون الملك العرنوس عرف هذا الشغلة واحنا ما عرفناها، ونحسب هذا القاعد على كرسي الذهب هو الملك. او قعد الملك العرنوس وقعدهم حواليه. ابو الشيبة وصل قبال جيش الاقزام او وقف قبال الملك قزوم. او قال له الملك قزوم انت منو؟ قال له انا ابو الشيبة. رد عليه وقال اني ما اعرف غير السفاح. قال له ابو الشيبة راح نعدي من هذا المكان. الملك قزوم ضرب الرمح قامت تهتز الارض وقال ما راح تعدون الا يجي السفاح. دحج ابو الشيبة على العتيقة وقال ايش راح نسوي مع هذا؟ قالت له العتيقة اني ما شاركت بالحرب او سحبة السيف. قال لها ابو الشيبة لا يا العتيقة ما نعرف ايش صار بينهم وبين السفاح. قال له ابو الشيبة اسمع يا الغزم ما اريد نحاربك. دار ظهروا عليه غزوم او قام يمشي ويفن بحاله او صاح هذاك الصوت يا جيش الاقزام ما راح نخليهم يعدون من هين الا يجي السفاح، جهزوا حالكم للمعركة. ابو الشيبة قال يا شماس روح جيب لنا السفاح. طار الشماس قام يسابق الريح او نزل قبالهم عالتل او قال يا السفاح لازم تروح معايا. ابو الشيبة يقول خليه يجي. قال له السفاح شو يريد ابو الشيبة؟ قال له يريد نعدي من الجهة الشمالية والملك قزوم يقول ما تعدون الا يجي السفاح ويريد الحرب.
دحج الملك العرنوس على السفاح وقال له: الملك غزوم ما ذبحته يا سفاح؟ قام حيله السفاح وقال: لا يا اخوي، لو من نويت اذبحه هو وكل المحاربين اللي معاه، تراجعت باللحظة الأخيرة، أنت بس تتعرف عليه راح تقول لي ما قصرت يا سفاح أنك ما ذبحته. دار وجه العرنوس وأشر بيده وقال: يا سفاح، لا أريد أشوفه ولا أريد أتعرف عليه. طار السفاح هو والشماس أو نزلوا قبال الملك غزوم، أو جاء يمشي عليه السفاح وقال له: ليش ما تخليهم يعدون يا الملك غزوم؟ ضرب الرمح على الأرض وقال له: يا صديقي، أنت قلت عدوك عدوي أو صاحبك صاحبي، أني شم عرفني إنه هذول ما هم من أعدائك، لوني مخليهم يعدون أو هم من أعدائك تجيني وتقول لي يا الملك غزوم خليت أعدائي ينهزمون؟ قعد قبال السفاح وقال له: هذولا من أصحابي يا الملك غزوم، وأنت عجبتني بهالموقف هذا. برم حاله الملك غزوم أو صاح: يا جيش الأقزام خلوهم يعدون. دحج أبو الشئبة على السفاح أو هز براسه، أو طار هو والعتيقة والشماس وابو النسيم أو نشاب أو معاهم المنجمين الستة باتجاه جبال النور. عداهم أبو الشيبة مسافة طويلة، أو ظل واقف أمن أنه ما حدا لحقهم، أو رجع طاير من الجهة الشمالية، أو وقف مقباله جيش الأقزام، أو قال لهم: أني من شوي عديت. راح واحد على الملك غزوم أو قاعدين هو والسفاح، أو قال له: بي واحد اسمه أبو الشيبة يريد يعدي. دحج الملك غزوم على السفاح أو قال له: أن خليه يعدي. قال له السفاح: خليه الملك غزوم خليه يعدي. أو طار الغزم وقف قبال أبو الشيبة أو قال له: عدي، ما حدا راح يحاشيك. عد أبو الشيبة من فوقهم مثل السهم ويدحج على السفاح أو على الملك غزوم، أو قال بقلبه: شلون صاروا أصحاب هذول؟ أنا لا أعرفه إنه السفاح ما يقبل يصادق حدا ولا يأمن بحدا إلا بأخوه الملك العرنوس. قام السفاح وقال: يا الملك غزوم، أريدك تظل على هذاك الوعد وتظلون واقفين بهالجهة هذه، لا تخلون حدا يطلع ولا حدا يفوت، أو أين واحد يتعدى عليكم ابعث لي واحد من محاربينك راح أجي وأقطع رأسه قدامك. قال له الملك غزوم: ولا يهمك يا صاحبي، وأنت أين واحد يتعدى عليك بس ابعث لي خبر. الملك غزوم وجيشه كلهم يقفون قدامك. أو رجع السفاح أو قعد بحد الملك العرنوس. وصل أبو الشيبة على غليص أو لقاه قاعد على التل العالي هو والسلطان أو أمير الأرواح والأمراء ليل ونهار، والرهيبة والشهاب الأخضر وأبو الألماس أو صفراوي أو قاعدات بحدهم جمرة وريحان وسفوح أو نسر أو طير الهوى وطير الطعوس أو فجر وغروب. أو قال أبو الشيبة: يا الحاكم غليص، أريد أحكي معاك بموضوع، خلب الألماس يجي معانا. أو طار مراحم قعدوا على تل حالهم. أو قال له أبو الشيبة: بيسر لازم تعرفوا يا غليص. قال له غليص: احنا بهالمعركة يا ابو الشيبة الحز مو وقت الاسرار. قال له: لان بهالمعركة لازم نعلمك بهواك السر، ما نعرف باشر شي يصير. قال له غليص: اسمعك يا ابو الشيبة. قال له: انت منت سمعان بجبل العجائب؟ الجبل هذا موجود بمنطقة على هذا الارض او ما حدا يعرف وينه لانه مختفي او عليه رصد، والجبل له 7 مفاتيح، والمفاتيح هن 7 ألماسات. بألماسة كانت بجزيرة الألماس وقدرت أحصل عليها، أو بألماسة كانت بالبحيرة المخفية وقدرت أحصل عليها. والصندوق جبت لي إياه من مكان الملكة زهرة البراري، كان بألماسة. صارن 3. لو من شفت السيف عندك وعرفت انه عفريت رمال الصحراء ظهر، صارن الألماسات بخطر، شلتهن وحطيتهن بالبير الموجود بجبال النور، او سويت عليه رصد واخفيته عن الارض، او مفتاحه رمح نور الهدى، والرمح عندك وانت تعرف وين موجود البير، او خليت بهذاك البير بنتي زينة او معاها ابو البشاير مشان يحمون الصندوق البي الألماسات ال3. قال له غليص: يا ابو الشيبة، هذا الجبل تحكي عنه جبل العجايب، شنو موجود بهذاك الجبل؟ قال له ابو الشيبة: اسمه جبل العجايب، كل شي يخطر ببالك
موجود بهذاك الجبل، واللي يفتح أبواب السبعة راح يحصل على كل شيء موجود بهذاك الجبل، أو كل الملوك والمنجمين والسحار الموجودين على هذه الأراضي الوسيعة يحلمون يفوتون على هذاك الجبل. أو يا غليص ما حدا يعرف هذا السر إلا أني وانت وأبو الألماس والعتيقة. أو بشغلة ثانية لازم أقول لك عليها، لو من صارت المعركة بالبحيرة قدرت أفوت على القلعة هذه الموجودة عندك بأرض الطعوس، والقلعة كان بيها كنوز، وأهم شي بهذا النيش الكنوز جرتين كبار، واحدة بيها تراب من الذهب أو واحدة بيها مية من الذهب. أنا قدرت أطلع الجرار من البحيرة قبل ما تختفي، والحزهن موجودات بالبير بجبال النور. قال له غليص الجرار هذنا شنو فايدتهن يا ابو الشيبة؟ قال له الجرار هذنا بجرة ثالثة، والجرة موجودة بجبل النار، أو بيها حجر من الذهب ينجمعن الجرار الثلاثة بحد بعضهن، أو يقعدون حواليهن من المنجمين القدامى وأصحاب الخبرة بالسحر. عليها الرصد الثلاثة يفكونه ايش ما شيل من هذا النيتش الجرار من تراب الذهب والمي الذهب والحجر الذهب ما يخلصن. هذا الجرار اللي على دور الملك الذهبي بنى منهن هذه القلعة الذهب والقصر الذهبي. أو هذا سر ثاني أخبرك به، أني كان هدفي أجيب الجرار الثلاثة وابني مملكة من الذهب تحت الأرض، ونسوي عليها رصد ونعيش بيها ونصير ملوك الزمان. ده حاجة غليص على أبو الشيبة، أو قال بقلبه يا أبو الشيبة شقد عندك أسرار. قام حيله أبو الشيبة وقال يا غليص الأسرار هذه لا تخبر حدا بيهن، بس تخلص هذا المعركة أجرل بجبل النار راح نخلي جمرة تجيبها عن طريق الولد أبو التنور، أو راح نبني هذيك المدينة. قام غليص حيله وقال خلينا نخلص من هذا المعركة، أو راح يصير كل شيء تريدوا يا أبو الشيبة بجبال الظلام والدنيا ليل. وصل مغوار أو مع المنجم أو مع مجموعة كبيرة من المحاربين على جبال الظلام، أو قدروا يذبحون الحراس، أو فاتوا على جبال الظلام والمنجم يمشي قدامهم. لو من ما وصلوا على المغارة المسجونين بيها حكام الرصد العشرة، أو فكم الرصد عنها، أو طالعهم الحكام، أو قالوا لهم راح ناخذكم على الملك الهالك، على ما يريد يطيرون من قدام المغارة، وانه خواطر واقفة قبالهم هي وام الدواهي وام السواهي وام الخفايا والداهي والخفي والساهي والبتار. أو على الطرف الثاني الملكة زمردة، أو وراها محاربين من جنون البحر. أو مغوار كان معاه مجموعة قليلة، والمحاربين متغبين على جبل، وانطاهم الإشارة أو هجموا عليهم. أو صارت المعركة بالليل، بس العيون الحمر التلامع والسيوف والرماح التلامع. مغوار صار قبال الملكة زمردة وشأف التاج على راسها، ضربها وطأر الرمح من ايدها، أو حط السيف على رقبتها، أو قال لها يا تموتين يا تمشين معانا. أو صاح هذاك الصوت إذا ما تبعدون عن طريقنا راح أذبح هذه الملكة. أو وقفهم كلياتهم ويدحجون على مغوار، أو حاط السيف على رقبة الملكة زمردة. أو صفوا المحاربين حواليه، أو قاموا يتحركون شوي شوي، أو خواطر الصيح شلون ياخذون الملكة زمردة، ايش يخلصنا من الملكة العرنوس. أو تجمعوا مغوار وكل محاربين وقدامهم المنجم، أو معاهم الملكة زمردة، أو حكام الرصد العشرة، أو خواطر والمحاربين المعاها واقفين قبالهم ويدحجون عليهم. أم الدواهي قالت تنهجم عليهم، صاحت عليهم أم العكازة وقالت لا أخاف يذبحون الملكة زمردة، خليهم يروحون الوين ما يوصلون بهذا الأرض الملك العرنوس راح يصلهم، أو راح يشوفون منه العجايب. طار مغوار والمعاه من جبال الظلام باتجاه المكان الواقف بيه الملك الهالك وجيشه. أو لو من وصلوا عليه أو معاهم الحكام العشرة أو زمردة، قالوا مغوار جبنا الحكام العشرة أو جبنا معاهم هذا الملكة،
تحج عليها الهالك وقال: هذه شفتها فوق البحيرة يا مغوار، ابعث معها مجموعة من المحاربين الأقوياء، خلي يوصلون هالأرض ما وراء البحار، واحنا بس ننهي هذا المعركة راح ناخذ هذه القلعة الذهب، أو راح ناخذ هذاك القصر. يفكرون الملك الهالك راح يسامحهم على الشيء الصار بيه، أو خذم الملكة زمردة مجموعة من المحاربين أو طأروا بها باتجاه أرض ما وراء البحار، أو جت الخفايا على أرض الطعوس السابق الريح من جهة جنوبية، أو شافت الضباب ووقفت، أو قالت ما اقدر أعدي، أو قامت تطير مع الضباب، أو من ما وصلت الآخر الضباب من الجهة الغربية، أو حطت كل سرعتها وجت باتجاه أرض الطعوس، أنزلت فوق التل العالي وصاحت: وين الملكة العرنوس؟ قامت الغول على حيلها وقالت: هذا صوت الخفايا جاي من نص أرض الطعوس، أو طارت باتجاهها الصوت، أو من وصلت لقتها واقفة مع جمرة وريحانة، أو جعت تحكي لها نصار بجبال الظلام. قالت لها الغول: ليش جيتي الخفايا؟ قالت لها الملكة زمردة قدرم يخطفونها، أو خذم معاها الحكام العشرة كانوا عندنا أسرة. طارت الغول الخفايا وراها، أو راحوا على التل القاعد عليه الملكة العرنوس. قال الملكة العرنوس: ايش بي يا الغول؟ نزلت راسها وقالت له: الملكة زمردة. قام حيله ضرب الرمح على التل، قامت تهتز الأرض، أو قال: ايش بيها زمردة؟ ايش صار عليها؟ قالت له: الخفايا فاتوا علينا مجموعة كبيرة من المحاربين، أو حسينا بيهم لو منفكم الرصد عن المغارة اللي بيها الحكام العشرة، أو قمنا نتحارب معاهم. واحد منهم قدر يحط سيفه على أرقبة الملكة زمردة، أو صاح علينا: يا تفتحون طريق يا راح أذبحه. قال لها الملكة العرنوس: كملي الخفايا. قالت له: يا الملكة العرنوس خدم الملكة زمردة معاهم. صاح هذاك الصوت: منو هذول يهجمون على جبال الظلام، أو يخطفون الملكة اللي بده يتجوزها الملكة العرنوس؟ منو هذول يا سفاح؟ قالت له الخفايا: اسمعناهم يقولون يجي قابل الملك الهالك. هز برأسه الملكة العرنوس، أو قال لها: الملك الهالك منين طلع هذا يا سفاح؟ أنا بدي ألحق الملكة زمردة واعتمد عليك بهذه المعركة. دير بالك على حفيدنا غليص، واحذروا من الضبابية. صفق ايدي الملكة العرنوس وتشكلت زوبعة وفأت بيها واختفى، وقعدهم كلهم على التل ويدحجون على بعضهم. قال لهم السفاح: راح يجيبها الملكة العرنوس أخويا وعرفه. قالت له الصاعقة: عدواني رايحة معاه يا سفاح، عدواني رايحة معاه. الملك الهالك قاعدين قبال المنجمين أو حكام الرصد العشرة، أو قالوا له: الملك العرنوس ما عاد يبين بأرض الطعوس، أكيد صار له خبر. قام الملك الهالك حيله أو قال: أنت يا مغوار سويت شغلة زينة. الملك العرنوس راح على القفص برجليه، قال له: مغوار راح يصل أرض ما وراء البحار قبل الملكة زمردة. قالوا: يا مغوار هو يندلل جبال كنا ساكنين بيها، واحنا حطينا بيها القفص والعفاريت الأربعة. أول ما يفوت على هذاك المكان راح يتسكر عليه الباب، ما راح يشوف هذيك الملكة بحياته ولا هي شوفه. هفوف قعد قبال زعتره أو قالت له: راح أحكي لك قصتك يا هفوف من أولها إلى آخرها، وأول ما أبدي بواحد من أجدادك كان اسمه ملك الصحراء، أو هو صاحب السيف المشهور سيف الصحراء العجيب، أو هذاك السيف بيه عفريت رمال الصحراء أقوى عفاريت الأرض. كانت كل الملوك تخاف منه أو يحسبوا له ألف حساب، أو قام يغير عليهم مملكة أو يذبح الملوك
ما خلى مكان لا بالبر ولا بالبحر إلا ما صار له أعداء بيه، وانجمعت كل ممالك جان أو عفاريتها أو سوم عليه حلف أمشان يذبحونه أو يذبحون هذاك العفريت، أو طوق مملكة الصحراء أعداد كبيرة لا تنعد ولا تنحصى مثل الرمل والحصى، أو ماتوا كثير من المحاربين والملوك بهذيك المعركة، أو كانت المعركة ما انتصر بها ملك الصحراء، والجيوش كلها تجمعت على جهة وحدة، أو قاموا يخططون للانسحاب، أو هو فرحان انه انتصر عليهم، أو محاربين حواليه، أو كان له ولد واحد اسمه الجمل، أو هو واحد من أجدادك. ملك الصحراء قال له راح ننقسم قسمين، أنا أروح لهم من قدام وأنت تروح لهم من ظهرهم مشان نبيدهم أو ما نخلي حدا ينهزم منهم. بنفس هذاك اليوم اللي بدهم يتحركون بيه على المعركة كانت ولادة أبوك، أو خبر مجمل أنه صار له ولد، أو قال لهم سموه إعصار. لو من أجي من المعركة راح أشوفه. ملك الصحراء قال راح أشوف حفيدي قبل ما أمشي على المعركة، أو فات على المغارة اللي كان صاير بيها الولد. قبل ما يشيل الولد رمى السيف من ظهره أو حطه على طرف، أو شال الولد بديه. لو من احترف على السيف وأنه مختفي، كان بي واحد من الهاجمين عليهم مختفي ومراقبه من بعيد أو يمشي وراه مو حاسبيه. يوم انه رمى السيف شال السيف وانهزم. ملك الصحراء يوم راح منه السيف راحت القوة الضاربة عنده اللي كان ينتصر بفضلها هو هذاك العفريت. الجيوش كانت مجتمعة، بمنهم يقول تان انسحب، او بي منهم يقولون نكمل الحرب. وصلهم هذاك الجني عشان مختفي، او قال لهم قدرت اجيب السيف. واحد من الملوك خذ السيف وطار بيه من ارض المعركة. الجمل كانوا متفقين هو وابوه على وقت الهجوم. لو من هجم عليهم ملك الصحراء ما كان متحرك لانه السيف راح منه. قدروا يذبحون جدك الجمل او كل المحاربين المعاه، أو هجموا على مملكة الصحراء. يوم وصل الخبر الملك الصحراء أنه ابنه الوحيد مات، أو كل المحاربين المعاه ماتوا. الولد كان اسمه الإعصار، أنطى ملك الصحراء الجنية أو هي أمي، أو كانت وصيته إلها ما تخبر حدا أنه هالولد هذا من سلالة ملك الصحراء، وانطاها رمح الإعصار. هذا الرمح الموجود عندك، أو قدرت أمي عن طريق الرمح تأخذ الولد وتطير بيه مسافات بعيدة. لو من وصلت لهذا الجبل مرة أشهر واني صرت يومها، أو ربينا أني والولد إعصار بهذا الجبل. لو من ما صرنا كبار، أو صارت أمي حالتها مثل حالتي هذه بأيامها الأخيرة، أو علمتني بهذاك السر، أو قالت لي لا تعلمينه حتى الإعصار. ماتت أمي، ظلينا أني وهو بهذه المغارة. وبيوم من الأيام قعدت وما لقيته، مثل ما أنت مشيت من هذا الجبل هو مشى منه. ما قدر يتحمل القعدة والعزلة بهذا المغارة، أو كان الرمح عندي ظليت أدور عليه لو من ما لقيته، أو كان ساكن مع مجموعة من الجن، أو متجوز وحده. حاولت أنه يرجع معي على هذا الجبل ما رضى، وقال ما أروح أعيش بهذيك المغارة أو ما أشوف شي غير الغيوم حوالي، أو ما لقيت مكان أروح عليه. رجعت على الجبل هذا، وبيوم من الأيام سمعت صوت أبوك على باب المغارة. يوم طلعت عليه شفته شايلك بيده، أو قال لي هذا اسمه أمير الإعصار، علمته بهذاك السر. حكيت له نفس القصة هذه، أو قال لي بدي أروح أيام وارجع عليك ما زال هذه قصتي، أو وصاني أسميك الصحراوي. لو منك كبرت وصيتك ما تذكر هذا الاسم لحدا، لأنه من أسماء ملوك الصحراء القديمة راح يشكون بأمرك، وانتو سلالتكم يشيلون علامة بالظهر نفس العلامة اللي بظهرك كانت بظهر أبوك وبظهر جدك.
لهالسبب قلت لك غير اسمك، او قلت لك العلامة هذه لا تخلي حدا يشوفها. واستنيت ابوك وما جاء، وبيوم من الايام رحت على المكان اللي لقيته بيه. لقيت المكان مهجور او ما بيه حدا، او دورت حوالي المكان لقيت جبل ساكن بيه جني. او سألته عن المجموعة اللي كانت ساكنة او معاهم ابوك، او قال لي خاضوا حرب مع مجموعة ثانية او ماتوا وما ظل حدا منهم عايش. عرفت انه ابوك مات معاهم، او رجعت النوب على الجبل، او ظلينا اني وانت بيه. يوم ما غبت عني ورحت قام الهفوف حيله، او قال لها يا زعترة اني اجدادي ملوك. قالت له اجدادك ملوك، انت من سلالة ملك الصحراء، ملك الصحراء، ملك الصحراء. او بيلك عندي امانة يا الصحراوي لازم اعطيك اياها. أني صار عمري فوق 200 سنة، وأيامي صارت معدودة، أو ما حدا يدري بهذا السر غيراني، لأنه أبوك مات أو مات السر معه. لكن يا صحراوي احذر تخبر حدا بهذا القصة أو هذا السر، راح تصير هدف الكل ممالك الجان، لأنك من سلالة ملك الصحراء. راح ياخذون الثار منك أنت، منك أنت، منك أنت. أطلعت الشمس بأرض الطعوس، الملك النيزك واقف وبحده عفريت البحر والأرخم، أو ضرب الطبل بأرض الطعوس وقام يرعد، وانهم صافين قدامهم أغليص والسلطان أو أمير الأرواح وأبو الشيبة والأمراء ليل ونهار، أو صفراوي والرهيبة والشهاب الأخضر، أو محاربين أرض الطعوس، أو مملكة الرمال، أو مملكة الغابات. أو جاهم غليص يمشي ورفع الرمح بيده، أو صاح أريد الملك النيزك. ضرب رمح نور الهدى، قامت تهتز الأرض بأرض الطعوس والحواليها. الصاعقة قالت يا سفاح هذا منو؟ هذا منو؟ هذا منو؟ قال لها هذا حفيدنا غليص. الترابي قال يا سفاح قاموا يقربون علينا محاربين الملك الهندي. احترف السفاح او شاف 10 جايين يمشون، وقال هذولا 10 محاربات الظلام 10، اطلعن عليهم. او طارن المحاربات 10 وقفن قبالهم. الملك النيزك جاي يمشي على غليص، والرماح 2 معلقات بظهره، والقلادات 3 يلمعن بصدره، وغليص بيده رمح نور الهدى او رمح الملائكة البيضاء معلق بظهره، او سيف الصحراء العجيب، او سيف سمرة، والقلادة تلمع بصدره. الصاعقة قالت يا سفاح اني ريح على حفيدنا غليص. او طارت وطار وراها غزال، وانزلت عالتل او قدامها غليص والمحاربين المعاه. قال غليص للملك النيزك انت شنو هدفك ما نعرف، او ليش جاي تحاربنا؟ قال له النيزك لو من اقطع راسك لحالك راح تعرف السبب. الارخم احترف وراه، او قال الجني سراب لازم تختفي، اختفي وروح وقف ورا الملك النيزك. صوف ايديه الجني سراب واختفى، او وقف ورا الملك النيزك. او هجم غليص على الملك النيزك ويبرم الرمح بيده، او تلقى الملك النيزك وتلاقن الرماح، او صارت هذيك اللمعة. رجع النيزك امتار لي وراه، وغليص واقف ما حس ودرى الا الرمح انقضب من ايده. الجني سراب رش مية على غليص، قبل ما تصل المي وجه غليص المعت القلادة، تطشرت المية ورجعت عنه. حس غليص انه بي جني قاضب الرمح، بيده الثانية سحب رمح الملائكة البيضاء على ما يريد يبرموه. الجني سراب قضب الرمح الثاني، دشر الرماح 2 غليص وسحب سيف سمرة، والرماح يبرمن بيد الجني. فرمى السيف وضربوا بين الرماح، ان السيف نابت بصدر الجني طالع من ظهره، او ظهره كان مخفي. سراب مشى عليه غليص تيريد ياخذ الرماح، مشى فلا هضاك الحبل لف على رقبة السراب وسحبوا باتجاه جيش النيزك، والرماح والسيف راحن معاه. او تحرك والمحاربين الورا غليص رفع ايده قال ارجعوا لا حدا يجي، يا الملك النيزك انت غدار،
طلبتك المنازلة، جايب معك محاربين مخفيين، انت حرام يكون اسمك ملك ملك ملك. دحج النيزك على الرخم او صاح عليه: يا ويلك مني يا الارخم، ليش سويت هذا الشغلة؟ قال الارخم بقلبه: يا لون ماني مسوي هذا الشغلة، راح تموت يا النيزك. او صاح النيزك: لا حدا يتحرك منكم، المبارزة بيني وبينه. او سحب رمح عين الاخطبوط، طارا بدينا النيزك ارماح اثنين. او جاء طاير باتجاه غليص، او سمع غليص هذاك الصوت باذنه: طالعني يا حامل السيف، اني وانت بخطر، اني وانت بخطر، اني وانت بخطر. قام من عيون غليص يجدحن حمر، او سحب السيف من ظهره، سيف الصحراء العجيب، او برموا هذيك البرمه. وقف النيزك وانه عفريت الصحراء قباله، او بيده رمح، الرمح يهر منه التراب. اختفى عفريت الصحراء، النيزك زت الرمح لي فوق، نزل نيزك من السماء. او صاح: ما راح اخلي حدا منكم عايش. او عدى شي من بحده مثل البرق، ضربوا انه رأس مكان، او جسمه نزل على تراب تلولح. وقف غليص وصاح: يا ويلكم مني، وانه نازل شي من السماء مثل البرق، قبت الغبرة والتراب امتار، بل مكان الوقع بيه جسد الملك النيزك. او ظهر هذاك الجني بين التراب، شال الغلادات الثلاثة من صدر النيزك، او برم طار ما بين عليهم من سرعته، لوى وحيف والتراب يتطاير وراه. او قالب الشيبة: هذا منو؟ هذا منو؟ هذا منو؟ دحج غليص على جيش البحار ان العفريت فوقهم ويبرم بالرمح، واظهرت الجورة بنص الجيش، اطلعت زوبعة بنص الحفرة، او قامت تسحبهم واحد ورا واحد مثل لمح البصر، ما ظل منهم حدا، حتى عفريت البحر راح بالجورة. او رجع العفريت وقف قبال غليص، او قال له: اني بامرك يا حامل السيف. قال له غليص: الرماح الخذوهن. قال له العفريت: راحن بالحفرة. قال له غليص: طالع لي اياهن. هز برأسه العفريت، او قال: يا حامل السيف، اللي يروح بالحفرة ما يرجع، ما يرجع، ما يرجع. رجع غليص السيف على الغمد، واختفى العفريت واختفت الحفرة. او قال: شلون راحن من الرماح؟ رمح نور الهدى، او رمح الملائكة البيضاء، او سيف سمرة. وقف ابو الشيبة قباله وقال: ليش طالعت العفريت يا غليص؟ لين ما سحبنا كلياتنا على هذيك الحفرة. قال له غليص: يا ابو الشيبة، الرماح راحن. قال له ابو الشيبة: ما كان لازم تطالع هذاك العفريت. الصاعقة واقفة فوق التل وعيونها يجدحن حمر، او قالت: هذا حفيدنا ما زال شايل هذا السيف، راح يكون عدو انه، لازم ناخذ السيف منه. او طارت ورجعت على السفاح، او قالت له: ظهر عفريت الصحراء يا اخوي. هز برأس السفاح، او قال لها: شفتوا يا الصاعقة؟ شفتوا الملك قزوم يضرب الرمح على الارض، او جيش الاقزام يضربون بالقزمات والجداديم على الارض، ويقول عفريت الصحراء ظهر، عفريت الصحراء ظهر. وينك يا سفاح؟ ما ظل عندنا صبر. الضبابية واقفة بعيدة عن أرض الطعوس، أو قالت: يا غليص، جعت تسحب هذاك السيف وتحارب بيه، وتطالع هذاك العفريت قدامنا. يا عفريت الضباب، بس يطلع عفريت الصحراء مرة ثانية، أني أهجم على غليص وأنت أهجم على هذاك العفريت. وقف الأرخم على مسقفة بعيدة عن أرض الطعوس، أو قال: يا أبو الحبل، شلون قدر يشيل الغلادات قبل ما ناخذهن؟ الجني هذا أول مرة أشوف مثله، عنده قوة رهيبة. قال له أبو الحبل: أني لما شفته يا الأرخم جمدت مكاني. دحج الأرخم على الرماح مصفوفات قدامه، رمح نور الهدى، أو رمح الملائكة البيضاء، أو رمح عين الاخطبوط، أو رمح النيزك، أو سيف سمرة بيدو. قال: يا أبو الحبل، اكسبنا هذن الرماح أو هذا السيف،
أو لو مو هذاك الجني نازل من السماء ما قدرنا نطلع من هذاك المكان. الغبرة والتراب ما خلى حدا يشوفناه، أو لو منه طار كلهم يدحجون عليه ما حدا انتبه علينا. قال له أبو الحبل وين نروح يا الأرخم؟ قال له الأرخم ما ظل لنا مكان بالبر، نرجع على البحر أو نرجع نصف الصفوف أو نبني مملكة البحر. أني وانت يا أبو الحبل طير وراي. أو طار الأرخم والرماح وسيف سمرة معاه، قام يسابق الريح هو وابو الحبل. الساحرة حنونا قاعدة أو ظهر قدامها الجني أو دحجت عليه، والقلادات الثلاثة يلوحن بيدو. وقفت وقالت يا الشعاعي يا الشعاعي يا الشعاعي، تعال بدي أحبك من بين عيونك، أقدر تجيب القلادات؟ قال لها الشعاعي ظهروا جنون اثنين ما رد تحاربهم، شالوا الرماح. قالت له حنونة ولا يهمك، راح نعرف وين يروحون أو راح نلحقهم. للحز بي قلادات ورماح وسيوف وخواتم، لازم كلهن يصيرن عندي. أني حنونة بدي أحكم على كل البشر أو على كل جان. زعترة قالت يا الصحراوي شيني ما أقدر أمشي. أو شالها هفوف أو قالت له خذني على آخر المغارة، أو راح يمشي وهو شايلها. يوم ما وصلت لآخر المغارة حطت ايدها على صخرة وانفتح باب، أو فات الهفوف أو هو شايلها. أو قالت له نزلني هين، رماها على الأرض. أو مدت ايدها على صندوق من الحجر وانفتح الصندوق. أو طالعت قلادة وخاتم. أو قالت يا الصحراوي هذه القلادة الواحد من أجدادك اسمه الصحراوي، أو هذا الخاتم الملكة الصحراء، لازم تحافظ عليهن أو ما يروحن منك، لأنهن إرث من أجدادك. أو ما لازم تطلع من هذا الجبل أو هن معك، أو لازم تتجوز هذا الجنية عجايب مشان يصير لك ذرية أو ما ينقطع نسلنا. نسل جنون الصحراء لبس القلادة الهفوف أو لبس الخاتم، أو شال زعتره أو رماها على تخت الحجر، أو طلع وقف على باب المغارة دحج على عجايب. أو قال لها أني راح أتجوزك أو راح تكونين الأم للنسل الجديد الجنون الصحراء. طار الهفوف ونزل على رأس الجبل من فوق والغيوم حواليه. أو فتح يدينه الاثنين وقال أنا الصحراوي أنا الصحراوي أنا الصحراوي، استنوني يا جنون الأرض. أيام أشهر سنين راح ترجع أمجاد جنون الصحراء، أو راح ترجع هيبتها. ما ظل شي اسمه الهفوف ولا أمير الإعصار، ظل الصحراوي. أو راح تعرفونه زين يا جنون الأرض. أو تحياتي والشكر لكل الأصدقاء الطيبين، أو خاصة لأخويا الغالي عبد الله الخويلد، عز الخوي والصاحب، عز الخوي والصاحب. نوه الشغلة اخواني واصدقائي ومتابعينا الكرام، قصة غليص ابن الجنية من الخيال، والشخصيات والاسماء اللي بيها زاد من الخيال. وهاي الاسماء والشخصيات ما تمس ولا تمثل اي شخصية او اسم مجتمعنا الكريم. لكم تحيات اخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.